ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين إيه؟ كل سنة وانتم طيبين. معكم مطبخ الشيف المصري شيف عماد وشيف نادية. الحاجة ولعت في السوق والحاجة بقت غالية والحالة بقت صعبة والدنيا مش ولا بد، بس إن شاء الله إحنا بنعمل حاجة على قد الإيد وندلع كرشنا على قد القرش اللي في إيدينا. يلا بينا نشوف إحنا هنعمل معاكم إيه. حاجة من حاجة الفطار الشعبية الجميلة اللي إحنا بناكلها تقريبا كل يوم. تمام، بنروح بنشتري حبة بيل كده ب 10 15 جنيه وما بيشبعوش حد، ولا يكفوا أسرة ولا يكفوا عيل ولا يكفوا تايل. إحنا هنعمل معاكم حاجة جميلة ومن البيت. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل عجينة الفلافل الجميلة بتاعتنا. طيب هنعملها ازاي العجينه الجميله بتاعتنا وهنقدمها ازاي وهنخزنها كمان في البيت؟ ممكن تقعد عندنا شهر، ممكن تقعد عندنا شهرين، زي ما احنا عايزين. نبتدي مع بعض عشان ما نطولش عليكم. احنا معانا كيلو فول مدشوش، بليناه وسبناه قد ايه؟ ده بقاله بالظبط يومين في الميه، بس بنبدل عليه الميه كل 8 ساعات. كل 8 ساعات نبدل عليه الميه عشان يبقى طري على قد الكبه او الخلاط بتاعنا، ويطلع معانا زي الفل، ولا طري خالص ولا هاش ولا اي حاجه. هيطلع معانا عجينه هشه وجميله. نبتدي احنا هنعمل ايه. طبعا احنا كده بعد ما غسلنا الفول وبعد ما قعدناه يومين في الميه طالع معانا بالمنظر الجميل الابيض بتاعنا دوت. تمام. المكونات بتاعتنا عشان نبقوا عارفين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حضر جمال. طبعا المكونات بتاعتنا زي ما قلنا، ده كيلو فول مدشوش، معاه معلقتين ونص ملح، معانا كزبره حصى حوالي معلقه ونص، ومعانا بصلايه صغيره، ومعانا حبه ينسون التكايه الجميله اللي احنا هنطلع بيها طعم العجينه بتاعتنا في البيت، وحوالي 10 فصوص توم وسط. معانا الكرات اللي هو اساس عجينه الفلافل، معانا البصلايه خضراء، ودي بردك تكايه من ضمن تكات الشيف عماد الجميله اللي احنا هنحس بيها وهتقولوا لي الله ينور عليك. معانا الشبت الجميل بتاعنا، حزمه شبت، حزمه كزبره، وحزمه بقدونس. يلا بينا نشوف هنعمل حاجتنا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حضرة جمال النبي. كبه الخضره كلها. هنبتدي نقطع حاجتنا كلها زي ما انتم شايفين كده. انا عايزها بعروقها بدنيتها بسلطاتها ببابا غنوقها كده، عشان الزيوت اللي فيها كلها انا عايز احس بطعمها في عجينه الفلافل بتاعتي. اقطع كل الخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك. طبعا انا هنا حبايبي حطيت كل الخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. الخضره بس البصل والكرات والبقدونس والكزبره والشبت، كل الحاجات ديت حطيتها مع بعض. تمام. هنضرب الخضره بتاعتنا الاول وبعد كده هنكمل بقيه مكوناتنا مع بعض. هنبتدي بعد كده نكمل البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين. ادي بقيه المكونات بتاعتنا. البصل بتاعنا، البصله اللي احنا قلنا عليها، وما ننساش ان احنا حاطين بصلايه خضراء، ونحط الثوم بتاعنا كمان زي ما انتم شايفين كده. عشان انا عايز اضرب كل المكونات دي مع بعض الاول. حبه اليانسون التكايه الخطيره بتاعتنا اللي احنا هنحس بطعمها جميل قوي هتفرق معانا، وكمان حبه الكزبره الناشفين بتوعنا. احنا كده حطينا كزبره ناشفه وكزبره حصى. اللي عايز يحط كزبره ناعمه ما عندوش كزبره حصى مفيش اي مشكله خالص. وحبه الملح كمان بتوعنا الجمال. تمام. طبعا هنعمل تيست على الملح قبل ما نبتدي نحطها في الزيت، ونشوف لو هتحتاج ملح تاني ممكن نديها حبه ملح وهي بره، مفيش مشكله خالص. ونضربهم كده ونشوف بعد ما نضرب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حضرتك. وده يا جماعه منظر الخضره بالبصل بالدنيا اللي احنا حاطينها كلها زي ما انتم شايفين. هوريكم دلوقتي هنعمله ايه وهنضربها مع بعض ازاي عشان تطلع لنا العجينه الممتازه اللي احنا عايزينها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حضرتك. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا جماعه؟ احنا جبنا بوله كبيره زي ما انتم شايفين كده، هنحط فيها كميه الفول بتاعتنا كلها 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 زي ما انتم شايفين كده. تمام. خلصنا وحطينا الفول. هنبعد ديت كده. تمام. هنجيب حبه الخضره اللي في الكبه زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه بقى في الخضره الجميله دي؟ هنحطها كلها على الفول بردك بالطريقه ديت. تمام كده. دلع كرشك وخلي بالك لازم تاكل في البيت عشان حاجه البيت هي اللي انضف. وخلي بالك حضرتك والله ما هينفع غير حاجه البيت. الحاجه بره بقت زي ما انتم عارفين. هنبتدي نلف الحاجه كلها زي ما انتم شايفين كده مع بعض، كلها جوه البوله بتاعتنا. بوله بلاستيك، بوله ستانلس، زي ما حضراتكم عايزين. هنلف العجينه كلها مع بعض كده. والله ما هتلاقوا حد بيعمل كده غير الشيف المصري الشيف عماد والشيف ناديه. بيقدموا لكم احلى حاجه. الفلافل بتحب الخضره والخضره بتحب الفلافل، وهندوق الطعم الجميل بعد ما هنخلص. وجربوها وعلى مسؤوليتي الخاصه. جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم جدا جدا جدا.
انا كده لفيت الفول بالخضره بالتوابل بالبصل بالثوم بالدنيا كلها، على زي ما بيقولوا بسلطات وبابا غنوج. يلا بينا نشوف بعد ما نخش الكبه هتطلع عامله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حضرة جمال النبي. هنبتدي نحطها بقى حبه حبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز كل الكميه طبعا بتاعتي عشان الكبه تقدر تشغل لي الكميه اللي انا بحطها كلها. تمام. وهبتدي اشتغل على الكبه بتاعتي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا تتعمل في الكبه تتعمل في الخلاط. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي منظر العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال؟ شايفين عامله ازاي؟ كاننا بالظبط جايبينها من عند المحل بتاع او المطعم بتاع الفول والفلافل. شايفين الجمال؟ بصوا المنظر كده يا جماعه. خليكم معايا كده. اهي اهي. والله العظيم في منتهى الجمال. بصوا بصوا الجمال. هنجرب دلوقتي وهنعمل تجربه عقبال ما نضرب بقيه الفول بتاعنا اللي موجود معانا. شيف ناديه هتعمل لنا تجربه ونرجع ليكم. صلوا على رسول الله وجربوا الطريقه ديت. قسما بالله هتعجبكم جدا جدا.